في إطار فعاليات وأنشطة المنتدى المغربي الأمريكي للإغاثة والتنمية المكون من فريق من المهنيين والخبراء والأكاديميين المغاربة الأمريكيين المهتمين بتقديم خدمات الإغاثة وإنجاز برامج التنمية داخل المغرب، نظم المنتدى لقاء مفتوحا للجالية المغربية بالدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون المغربي السابق، توخى من خلاله المنتدى مد جسور التواصل مع الشخصيات المغربية البارزة والاستفادة من خبرتها ورؤيتها لتنجيع مشاريع التنمية وخدمات الإغاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بزيارة هذه الولاية، وسبب الزيارة هو دعوة من الجمعية المغربية الأمريكية للإغاثة، المنتدى المغربي الأمريكي للإغاثة والتنمية، والذي يعمل على تقوية العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية. الإخوة المغاربة المتواجدين في الأراضي الأمريكية والأراضي الكندية اللي عندهم خبرة في أي ميدان من الميدان اللي غادي يمكن يفيد المغرب، حنا بغيناهم يتصلوا بنا. أنها دعوة من جمعيات مغاربة في أمريكا، فأنا سعيد بالزيارة. أنا كان أهمية كبيرة لي أولا التواصل مع المغاربة الموجودين خارج الوطن لتبادل الخبرات، تبادل المعلومات. أنا من جهتي كنعطي ما يمكن أن نظرات حول وضعية الإصلاحات في بلادنا، ولكن أيضا أنصت لملاحظات واستدراكات وأحيانا انتقادات وإضافات المغاربة الموجودين في بلد مهم في الساحة الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أن كل واحد من هاد المغاربة اللي كنتلاقى بهم هنا، كل واحد عنده تجربة، عنده نظرة خاصة، وكينظر إلى العلاقات المغربية الأمريكية من زاوية من داخل أمريكا. حنا كيهمنا هذا النظر من داخل. وقد انعقد هذا النشاط التواصلي مساء الجمعة 29 من نوفمبر سنة 2013 بمدينة الريفير شمال مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية. تخلل هذا اللقاء المفتوح بالسيد سعد الدين العثماني تقديم لوحات فنية ووصلات غنائية من التراث المغربي لفرقة نسيم الإنشاد. كما استمتع الحضور بعرض كوميدي ساخر قدمه فنان فلسطيني أمريكي قبل أن يختتم الحفل بكلمة للدكتور سعد الدين العثماني أكد فيها على أهمية عمل المنتدى في الدفع بعجلة التنمية بالوطن الأم، ليس فقط من خلال التبرعات والعمل الخيري، بل بالاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية المغربية المقيمة بأمريكا في فتح أوراق التكوين والتأطير داخل الوطن الأم. النبي خير البشر.